سلام سلام، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله توكلت على الله. خوتي خواتاتي، اليوم جيت نشارك معكم بيتزا من عجينة الخبز. كتجي روعة، كتجي مقرمشة، كتجي شي حاجة يعني ما تصدقيش من يدوقيها. راه من العجينة ديال الخبز، ما عجنتنا ما درنا، زولنا عجنا الخبز ودرنا منه بيتزا. كتجي روعة روعة روعة، شي حاجة كتجي بنينة بزاف. بهاد الطريقة جربيها، بهاد الطريقة اللي غنقول لك ما غتشبعيش منها. احسن بيتزا تذوقيها في حياتك، احسن من ديال المطاعم ديال اي حاجة. روعة روعة روعة. ويلا يتشوفي كيفاش غنوجدوا هاد البيتزا. من بعد ما عجننا الخبز ديالنا وخمرنا وقرصناه، كناخدو وحده كنطرقوا هيدا كنديروها رقيقه بحال العجينه د البيتزا، يعني رقيقه بزاف، شي سنتيم هيدا ولا كيف ما كتوضح الصوره. كنرقوها مزيان كيف ما كتوضح الصوره. كنجيبوا واحد الفرشيطه وكنتقبوها مزيان كامله من جميع باش ما تنفخناش. كنبقاو نتقبوها. الخبز ديالنا كتشوفوا راه خمار، رانا كنطيبوه ونوجدوه في البيتزا. خبز كيجي ناجح 100%، كيجي رائع رائع رائع. من بعد ما طلقنا العجينه ديالنا وتقبناها بالفرشيطه، الا كان عندك الوقت دخليها طيب نص طيبه، يعني غير تشمع يخرج منها العجين، وجيبها عاد ديري لها الحشوه. الا كنتي بحالي مزروبه ديري عليها الحشوه ديريكتامينتي. شوفوا الخبز كيف كيجي، شوف كي كيجي مفشفش منفخ، كيجي رائع، شي حاجه روعه. من بعد ما طلقنا العجينه ديالنا كيف ما وضحت الصوره، غادي ندوزو نديرو لها الصلصه. انا غندير هاد الصلصه الجاهزه، وانتينا تقدري طيبي الصلصه ولا ديري الصلصه اللي عندك، الصلصه اللي كديري في البيتزا ديالك. غادي ندهنو مزيان العجينه ديالنا بالصلصه بكميه لا باس بها. غادي ندوزو نديرو لها شويه ديال الفرماج، اي فرماج عندك تقدري ديريه تسبقيه، فرماج محكوك، فرماج موتزاريلا، فرماج حمار. انا عندي هذا لقيته في الثلاجه مفتوح صافي، راه ما ياكلو حد، قلت نديرو. انا نسبقوا لها الفرماج بهذه الطريقه. اي نوع د الفرماج عندك كيعجبك سبقيه بهذه الطريقه، هو الاول. وكيف ما سبق وقلت لكم، الا كان عندكم الوقت طيبوا العجينه ديالكم شويه، عاد ديروا عليها العماره. والا بغيتو ديروا هيدا بحالي حتى هيدا كتجي رائعه. جيبوا البصله، واحد البصله ما طيبوها ما تشحروها، قطعوها رقيقه هيدا جوانح، ديروا عليها شويه د الملحه وديروها. ما تشحروش البصله، جربوها بهذه الطريقه كتجي روعه. قطعوها رقيقه، رشيها بشويه د الملحه وديري البصله على البيتزا ديالك. ما تحتاجي لا تشحري في هذه البيتزا لا ديري والو. غادي نديرو البصله ديالنا بهذه الطريقه. كتجي البصله بهذه الطريقه في البيتزا ولا اروع، احسن ما ديك مشحره. انا الصراحه ديك البصله مشحره في البيتزا ما كتعجبنيش، كتعجبني هيدا. انا غنضيف لها الثوم، تقدري تضيفي الكفته، تقدري تضيفي الحوت، تقدري تضيفي يعني الجامبا، اي حاجه تقدري تعمري بها هاد البيتزا. انا ندير لها غير الثوم. ومادام حنايا عندنا العجينه ديال الخبز ما فيها لا زيت لا والو، انا عنديها بالثوم بالزيت الزيتون، غنديرو بالزيت ديالو كامل. وإلا نتينا درتي مثلا الكفته كانت ناشفه، ولا درتي الحوت، ولا درتي شي حاجه شي عماره ناشفه، ملي تسالي البيتزا ديالك ديري عليها خويط ديال رشيها بزيت الزيتون. انا مادام درت هاد التون بالزيت ديالو صافي ما غنزيد لا شي عاد. ولكن في النهايه الا كنتي درتي شي حاجه ناشفه ما فيهاش الزيت، رشيها بزيت الزيتون. غادي نضيفو شويه ديال الذره كيف ما وضحت الصوره، المايس. وغادي نضيفو الزيتون. الزيتون الا كان عندك كحل ضيفيه، عندك خضر ضيفيه. انا كان متواجد عندي هذا خضر، ضيفت غير خضر. غادي نضيفو لا الجبن ديال الساندويتش. انا نضيف هاد الجبن ديال الساندويتش، اي جبن ساندويتش عندك ضيفيه، الصراحه كيجي روعه في البيتزا هاد الجبن الساندويتش. جربيها وعاد حكمي. من بعد ما ضفنا جبن الساندويتش، دابا غنضيفو الجبن ديال البيتزا موتزاريلا بهاد الطريقه، كميه لا باس بها ديال الجبن كيف ما كتوضح الصوره. هاد البيتزا ما تشبعيش منها. غادي نضيفو عليها الزعتر، والزعتر هو رفيق البيتزا. بيتزا بلا زعتر يعني ما ماشي بيتزا، انا بالنسبه لي
كيجي المذاق ديالو رائع رائع، كيتوافق معاها بزاف. دابا ضفنا ديك الزعتر من فوق منها، نضيف شويه ديال الزيتون هيدا من الفوق اللي بقاو لي. كيف ما كتوضح الصوره، هاد البيتزا شي حاجه خياليه. غادي ندخلو البيتزا ديالنا للفران طيب، راه الفران سخون، نحطوها فران مجهد سخون كنا كنطيبو فيه الخبز. غادي نحطو البيتزا ديالنا طيب، ومن بعد ما طيب نرجع معاكم. كتجي شي حاجه روعه روعه روعه، ما تشبعوش منها. وجربوا اخوتي البصله في البيتزا بهذه الطريقه، ما تشحروهاش، قطعوها رقيقه، ديروا عليها شويه د الملحه وحطوها. شوفوا البيتزا ديالنا من بعد ما طابت، شوفوا على هذه اللوحه فنيه، شوفوا كيف كتجي شي حاجه روعه روعه روعه. اما المذاق ما نقولكمش، كتجي فيها واحد التقرميشه، واحد المذاق. ديك البصله كتجي رائعه بزاف. غنقطعوا البيتزا ديالنا باش تشوفوا، يعني خصكم تجربوها باش تعرفوا على ما كنهضر. يعني شي حاجه كتجي رائعه. انا النهار اللي نعجنو ما نديرش البيتزا كنحس شي حاجه ناقصاني. شوف كيف كتجي فيها التحميره، كيف كتجي عامره، كتجي فيها العماره، شي حاجه روعه روعه. كتجي محمره، كتجي غزاله، كتجي ولا اروع. احسن يعني من البيتزا د المطاعم هذه كفايه تبان معها. شوف كتجي محمره، كتجي شي حاجه روعه، يعني كتجي غزاله بزاف، وكتجي غزاله غزاله غزاله. وجربوها وردوا عليا الخبر.